أهلا وسهلا. شي كلمات غادي نوجههم من هذا الوسيلة التواصلية. تقريبا منذ مدة هذا الشيء جاري به العمل. هناك أصحاب الألسنة الحادة، هناك الحاقدون، هناك الذين يحفرون للناس، هناك من يضحك أمامك ويبتسم وخلفك ينفث السموم. هادشي ولفناه، ولكن كل مرة كنتصادف مع شي حد أنه تيقول لي ودي راه هادشي اللي كدير النضال وكالتوعية راه كاين اللي كيعتبروه شي حاجة أخرى، كتضرب على خبيزتك وكتصوت على خبيزتك، ولا يعني راه كيقولوا عليك راه فاعل هذاك فلان هذاك كذا. أنا غادي نوجه ميساج لهادوك اللي عارفين راسهم كيهضروا من مورايا وكيحفروا ليا. هاد القضية ديال الحفر راه كانت منذ زمان، ذو الوجهين معروفين. وإذا كان ظهوري في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفي تيك توك وفي الفيسبوك يزعجهم، فهذا من بين النتائج الإيجابية. عندما تزعج شخصا أو تزعج مجموعة بما تقول، فهذا يعني أنك أوصلت الرسالة. لأن ما نقول خاصة عندما أكون يعني واضحا في بعض الأمور، وأنتقد هنا وأنصح هنا وأشجع، ليس أحرض، أشجع على الدخول في معارك نضالية ليس لمصلحتي. ما كنقلبش على المال، ما كنقلبش على الدراهمات ديال اليوتيوب ولا ديال شي منصة أخرى، علما أنه ما كاينش شي منصة اللي كندخل فيها ريال من غير هذا اليوتيوب اللي بغى المكاشفة نكشف نحط ليها شنو كنربح في هذا اليوتيوب بين مزوجتين. أنا مرحبا بالمكاشفة، ليس لأن لو كنت أريد المال كان متاح، ولكنني الحمد لله تربينا تربية ديال ما تمدش يديك لشي اللي ماشي ديالك، وتربينا تربية أولا من البيت على النزاهة وعلى العفاف، وتربينا في مدرسة حزبية شبيبية بمبادئ معينة، قيم معينة، بأن الفساد يجب أن نكون أول في الصفوف الأمامية لمحاربي الفساد، ولا يمكن أن تدعو لمحاربة الفساد وتفسد. وهناك شهود على ما نقول، والله على ما نقول شاهد، هو الأكبر. ما عنديش غرض أنا في شي حاجة شخصي. أنا عندي حرقة على ما يتعرض له المواطنون من حقرة، وما يتعرض له الزملاء والموظفات من هجوم على مكتسباتهم. وعندي حرقة على السكوت، على السكوت على التهجم على الحقوق. هذا الشيء اللي كيحركني واللي كيخليني نهضر ونتدخل ونكون في ساحة هذه وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كنا في الميادين ديال النضال إلى حدود 2000
والبطاش لظروف معينة شخصية وكذا واجتماعية معينة خرجنا بسبب بعض الذين كنا نعتقد أنهم معك في نفس الخندق، ولكنه ثبت أنهم كانوا يحفرون لك من خلفك، وعندما أتيحت لهم الفرصة لنحرك شحذوا خناجرهم. لذلك ليس لي أي هدف شخصي في النضال الفيسبوكي ولا في اليوتيوبي ولا في التيك توكي. لدي حرقة على المصلحة العامة، على الموظفين المغاربة، على العمال المغاربة، على الفقراء فيما يتعرضون له، ولدي حرقة على السكوت على الظلم والسكوت على نهب الحقوق. فأن يتم قرصنة تقاعدك ونسكت، وأن قرصنة أجورك في الاقتطاعات والإضرابات ونسكت، والآن يعدون لقرصنة الرواتب أخرى ديال التقاعد ونسكت، هذا كيخلي الدم كيغلي. وهذا الشيء دينا فيه الثمن في صحتنا، عندما نتحدث بحرقة ونتفاعل بحرقة مع الكوارث التي تحدث، وعلى التهجمات التي تقع لي، لو حتى أنه أنا أنكر، أتجاهل نفسي، أتجاهل ما سيحدث لي في خضم ما سيحدث للجميع، أذوب مع الجميع. وفي الأخير وجهوا لي رسالة للشميت والحاقدين وذوي الألسنة الحادة التي تنشر السموم وكتنشر هذا المناشر، هذاك ماشي لسان، هذاك منشار. كنقول لهم لعنة الله عليكم إلى يوم الدين، وإلى الأمام، دائما مع الحق وفي الميدان إلى آخر الرمق.